بسم الله. يا صباح الخير ويا مساء الخير اللي يتفرج بالليل. اهلا بيكم في فيديو جديد. اهلا بيكم في حلقة جديدة. آه النهارده نزلت فيديوهين. الفيديوهين دول كانوا فيديوهين اللي انا كنت صورتهم في اليومين اللي انا ما نزلتش فيهم فيديوهات. كان الانترنت مقطوع عندي وكده فصورتهم لحد ما انا ان شاء الله هنزلهم كده، فنزلتهم النهارده ورجعت الانترنت وهنزل ده كمان النهارده، يعني 3 فيديوهات النهارده بتاع الفيديو بتاع النهارده وفيديوهين بتاع اليومين اللي انا ما نزلتش فيهم فيديوهات. تمام، ده اولا. ثانيا بمناسبة بخصوص الموضوعين اللي انا اتكلمت فيهم في الفيديوهين اللي فاتوا. كنت بتكلم عن حياتي والحياة اللي انا كنت الحياة اللي انا عايشها وان انا مر بيه ومش عارف ايه والكلام ده كله. هي دي مش كل حاجة، يعني مش كل حاجة في حياتي يعني. بس في نفس الوقت برضو ان الواحد مهم جدا ان هو مش مهم جدا، بس فكرة ان هو يخرج اللي جواه ده شيء مهم جدا، حتى لو يعني بشكل ما او بشكل او باخر الواحد يخرج اللي جواه. دي حاجة ايجابية وحاجة مهمة جدا علشان الواحد يتزن ويحس ان هو بني ادم كويس، وحاسس ان هو يعني لحد ما حاسس باتزان، وما يكبتش مشاعره وما يكبتش شعوره وما يكبتش الاشياء بتاعته علشان يحس ان هو انسان متزن يعني. فمهم جدا ان احنا نعمل كده عشان الواحد ما يجيبوش امراض، ما يتعبش، كده يعني. بعيدا عن كل الناس اللي بتتفرج عليا، يعني الشر عليهم يعني وكده. بس يعني ده اللي ممكن يحصل يعني، بس قدر يعني بعد الشر يعني عليا وعليكم يعني جميعا يعني ان شاء الله يعني. آه موضوع الحلقة النهارده آه اللي هو ان انا آه بقيت احسن. انا بقيت احسن الحمد لله، وحاسس ان انا في مود كويس، ومش متضايق يعني. ان انا قلت كده في فيديوهين قبل كده ان انا حياتي متشقلبه، حياتي عامله، حياتي مش عارف ايه. مش متضايق ان انا قلت كده، ولكن مش عايزكم تاخدوا انطباع سيء او تاخدوا انطباع في يعني جوانب مش ايجابيه، ولكن عايزكم ان انتوا لما تعبروا ده شيء ايجابي. تمام، ده شيء ايجابي. انا بقيت احسن الحمد لله، وانا بحاول قدر الامكان ان انا اثر في الناس، اثر فيكم بايجابي مش بسلبي، وان انتوا تشوفوا تجربة ورحلة حياتية فعلية قدام عينيكم بتحصل دلوقتي، والتقال وبيقولها اللي انا بقولها يعني وكده بشكل مباشر، وفي نفس الوقت ان انتوا تتعلموا منها او تستفادوا منها او تشوفوا اخطاء ومتعملوهاش وهكذا. انا اعوذ بالله من كلمة انا يعني. كنت اقول ايه؟ يا ربي، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. مش فاكر، ولكن يعني انا عايز استمر ان انا اعمل كل يوم فيديو. النهارده برضه سعيد بدري، صحيت الساعة 9، فطرت، حتى الانترنت، حتى اللاب شوية، حاشي شوية مزاجي وكده. ولكن اليوم عدى عادي، مفيش حاجة إيجابية. لا، في حاجة إيجابية مهمة جدا. قريت كتاب اسمه شفرة
التأثير بتاع كاتب كده، مش عارف، مش متذكر اسمه شفرة، حتى كتابة الكلمة بتاعت الشفرة دي شفرة التأثير. فالكتاب ده حلو جدا، ولكن الكاتب يعني أنا شاكك فيه، يعني إن هو شخص مش مؤمن ولا مش متدين يعني وكده. بس يعني لحد ما هو كتاب كويس، يعني بيديني دافع، بيديني دافعية، بيديني دافع، بيديني قوة لحد ما إن أنا أستمر، إن أنا أفضل على اللي أنا بعمله. عايز أسترخي كده وأفكر إيه اللي أنا ممكن أعمله عشان أوصل للناس. مش عارف، بس اللي أنا عارفه اللي بعمله ده بيقربني إن أنا أوصل للناس أقرب وأقرب كل يوم عن اليوم اللي قبليه. دي الحياة، فيها صعوبة، فيها معاناة، وفيها جوانب من الجوانب اللي تخلينا إن إحنا لحد ما مش عارفين النجاح إيه، الفلوس فين، الشهرة إزاي، الحاجات دي كلها. ولكن أنا مش عايز ولا فلوس ولا عايز شهرة ولا عايز نجاح. عايز أوصل للناس، أوصل للناس بمعنى الناس تفهمني، ناس تحسني، الناس تقدرني، أأثر فيهم، أوصل ليهم، أحس إن أنا قريب منهم زي أخوهم، أبوهم، أخوهم الصغير، أخوهم الكبير. الحاجات دي لما أوصل لكده أحس إن أنا وصلت لنجاح، أو وصلت لحاجة إن أنا عايزها فعلا، أنا عايز أوصل لها. مش مجرد بس إن أنا عايش كده وخلاص، عايش مجرد كده باكل واشرب وانام واصحى ومش عارف ايه والكلام ده كله وخلاص كده وحياتي تنتهي يعني. عايز اوصل ليكم، يعني فاهمين؟ لو عنده حد فكرة ازاي اوصل للناس يقول لي. موضوع صعب، موضوع مش سهل، بس يعني ان شاء الله خير. انا بحاول على قدر الامكان ان انا اعمل كده، ان انا اوصل للناس، ما ببطلش ان انا اوصل ليكم. في نفس الوقت برضو ما ببطلش احاول ان انا اوصل للناس. ان شاء الله. مش عارف الفيديو ده اسمه ايه، هسميه ايه، او عنوان الفيديو هسميه ايه، بس ان شاء الله يعني الاقي اسم. وفي نفس الوقت برضو مش عارف هل ده ممكن الفيديو ده يساعد ناس ولا لأ، بس ان شاء الله برضو يساعدهم. لحد ما انا راضي لما بعمل فيديو كل يوم، ببقى راضي جدا، حاسس ان انا عملت حاجة، حاسس ان انا نفذت حاجة، حاسس ان انا خدت خطوة ايجابية حتى لو كانت صغيرة في حياتي. فاهمين قصدي؟ فممكن يعني اسمي الفيديو ده ازاي توصل لحلمك، ازاي توصل لحلمك. بس كده يعني، مش عايز اكتر من كده. ازاي توصل لحلمك. هو انا مش هديكوا روشتة، ولكن من تجربتي، من حياتي، من مواقفي، من الحاجات دي كلها، ازاي اوصل للناس. ممكن تديكوا تأشيرة، او ممكن تديكوا روشتة تعرفكم شوية ازاي توصلوا لحلمكم. بس كده، ازاي توصل لحلمك. بس كده. شكرا لكم، وكان معكم وائل حامد. اشوفكم على خير، و
السلام عليكم وإلى اللقاء ومع السلامة.